حبايبي خلصنا وصفتنا النهارده. مش هتاخد حرفيا منك غير تلت ساعه. بصوا رز مفلفل ازاي، تبارك الرحمن اهو. ولا الطعم بقى جميل جدا جدا. وادي الفراخ المحشيه بتاعتنا اهي. بصوا شايفين شكلها، شايفين كريسبي ازاي. مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحه يا رب دايما. تعالوا مع بعض كده نعمل اكله حلوه كده. انا كنت اكلتها في مطعم خارج مصر، بس عجبتني جدا. بس انا طبعا هعملها بطريقتي انا، بطريقه تكات وصفات دندونه. وقبل ما نبدا كالعاده هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسونيش بالدعوه الحلوه وتدعوا لبابا وماما بالرحمه والمغفره. عندي هنا صدر فرخة كامل، انا قطعته وحطيته وغسلته كويس جدا، وبعد كده حطيته في الفريزر. لازم يبقى مجمد كده. وعندي قوانص وكبدة فراخ، وعندي كوباية رز وبصلاية وفلفل حامي وفلفل رومي، وعندي 3 معالق بقسماط حطيت عليهم ذرة بيكنج باودر، وحطيت عليهم بهارات وملح. اول حاجة هعملها هحط الفراخ بتاعتنا في الكبة الشقيانة بتاعتنا ديت، وبعدين هبتدي بقى انزل بالبهارات. دي بهارات فراخ على فكرة يا جماعة. انا عملت معاكم بهارات كتير جدا، فاللي عايز يرجع للبهارات وانتوا تعرفوا. اوكي، هننزل عليهم بقى البهارات والبقسماط، كل المكونات على بعض نضربهم وارجع لكم تاني. يا حبايبي انا خلطتها اهو زي ما انتوا شايفين كده. هحط عليها ايه يعني، قيمة مثلا نقول ايه 2 معلقة زيت اهو. اوكي كده اهي، مش اكتر من ذلك اهي. وبعدين هنشوف هنعمل ايه. بصوا حبايب قلبي، طبعا انتوا بتحطوا ماده دهنيه، انا مش هحط ماده دهنيه. هنزل بالكبد والقوانص بتاعتي كده، وبعدين هنزل بشخصين كده كده اهو. بعدين هنبتدي نقلب كلمة المدخل مع بعض كده، وبعدين هنزل بالملح والبهارات بتاعتي. انا برضو استخدمت بهارات الفراخ اهو. ونقلب. بصي ابتدت تنزل المادة الدهنية بتاعتها ازاي. انا ما بحطش مادة دهنية فيها خالص، هحمرها كويس جدا. بصوا حبايبي خلاص اهي اتحمرت معانا. هنزل بقى بالبصلايه والفلفل بتاعي كده، وهنديهم كام تشويحه حلوه كده لغايه لما كله يندمج مع بعضه، والبصله بتاعتي برضه تصفر. خلاص البصله اهي اصفرت معانا. هروح نازله بشويه زبيب حلوين كده، نقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه لمدة 3 دقايق. خلاص اهو. هبتدي بقى انزل بالرز بتاعي، نديله تشويحة حلوة كده في الخلطة الجميلة دي، بحيث ان كله يندمج مع كله كده، المكونات كلها تندمج مع بعض اهو. بصوا حبايبي انا ما حطيتش ولا ماده دهنيه، انا اعتمدت على الماده الدهنيه اللي نزلت من الكبد والقوانص بتاعه الفراخ بتاعتي اهو. ما شاء الله. عايزين تحطوا انتوا بقى حطوا. وبعدين هغطيه بالميه، نديله تقليبه حلوه كده، ونسيبه لما يتشرب ونشوف هنعمل ايه. حبايبي خلاص اهو
يتشرب معانا تبارك الرحمن. هاخد منه بقى كام معلقه كده اللي انا هحشي بيهم الفراخ بتاعتنا، وهسيب الباقي يستوي على مهله خالص. بصوا حبايبي، انا قسمتها ل3 كويرات اهو، ده صدر كامل. عايزين تصغروا زي عن كده زي ما انتوا حابين، وبعدين هنفردها بقى ايه في الكيس بتاعنا. بصوا خلاص اهو فردناها ما شاء الله اهي، بتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا بقى هقول لكم على تركايه حلوه قوي احنا بنعملها لما بنيجي نعمل الفراخ ديت. ان اولا لازم الرز اهو لازم يكون بارد جدا جدا، وانا فردتها اهو. هروح واخداها كده، واي حاجه بقى عندك بوله صغننه كده. بصوا بقى يعني من حلاوتها، يعني حاجه كده جميله جدا 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 هتعمليها على طول. بصوا يعني بصوا سهله جدا وما بتاخدش وقت معانا اهو. انا سكنتها اهو في البوله بتاعتي. هبتدي بقى احط الحشوه بتاعتي اللي هو الرز، هنملاه كده ما شاء الله اهو. بصوا جمال ما شاء الله اهو، حاجه جديده ولذيذه جدا هتعجب كل افراد الاسره اهو. وبعدين هبتدي بقى ان انا اروح مقفلاها كده اهو، سهله جدا جدا اهو. ونقفل كده اهو، ونقفل كده خلاص اهي. نروح عاملينها اهي. بصوا هتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده اهو. بصوا ما شاء الله اهي. نحطها بقى في الصينيه، خلاص الكميه وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي بقى الصوص اللي احنا هندهن بيه الفراخ بتاعتنا، وهو كالتالي. عندي هنا معلقتين او 3 معالق ميه مخلل عندي، وحطيت معلقه مستردة، معلقه باربيكيو، معلقه كاتشب اوكي، وعصرت ليمون. ممكن تحطوا زيت، انا مش يعني خلاص كده مش هحط زيت ولا حاجه. هنقلب كل الخلطه دي كلها على بعض كده، وهتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنبتدي بقى ندهن الفراخ بتاعتنا كده. طبعا انا مولعه الفرن قبليها ب10 دقايق على درجه حراره 200 اهي. مش هتاخد ربع ساعه وهتبقى جميله جدا. مش قادره اقول لكم ريحتها، اتفضلوا معانا اهي ما شاء الله. هدهنها كلها، اتاكدوا ان كلها اتغطت بالصوص بتاعها اهو. وبعدين هدخلها بقى الفرن ونشوفها مع بعض. وادي وصفتنا خلصت اهي. بصوا الشكل، وادي الرز اهو، فلفل تبارك الرحمن، وعملنا معاها سلطه الدقوس اهي. ودي كانت وصفتنا النهارده اهي. وادي خلصنا وصفتنا النهارده. مش هتاخد حرفيا منك غير تلت ساعه. بصوا الرز مفلفل ازاي تبارك الرحمن اهو، ولا الطعم بقى جميل جدا جدا. وادي الفراخ المحشيه بتاعتنا اهي. بصوا شايفين شكلها، شايفين كريسبي ازاي ما شاء الله. تحفه 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 اهي. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، وما تنسونيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير، وتنفذوا الوصفه ان شاء الله وتعجبكم. هستنى كومنتاتكم الحلوه. وقبل ما اقول لكم باي باي، يلا بينا نشوف الفراخ الجميله دي اتعملت ازاي. يلا بينا على الطريق، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.